نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي ما نشر عن طلب جراديشار الحصول على باقي عقده كاملا للرحيل، مؤكدا أن النادي لم يفاتح اللاعب السلوفيني في الرحيل من الأساس. بدأ الأهلي تدريجيا في إبعاد أسامة هلال عن إدارة التعاقدات، وتم تكليف محمد يوسف المدير الرياضي بهذا الدور مؤقتا لحين اختيار مدير جديد. نفى مصدر بالأهلي عرض النادي تسوية على أشرف داري للرحيل وديا في يناير، مؤكدا أن اللاعب عاد للتدريبات وهناك مطالب بمنحه فرصة لتسويقه مستقبلا. يتمسك محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي بضم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان في يناير بغض النظر عن تجديد عقد ديونغ، نظرا لقدرته على اللعب في خط الوسط وقلب الدفاع بنفس الكفاءة. بدأ الأهلي في التواصل الودي مع إدارة البنك الأهلي لمعرفة مطالبهم لبيع محمود الجزار تحسبا لإرسال عرض لضمه. أكدت إدارة البنك الأهلي للأهلي أنها تميل لاستمرار أسامة فيصل معها لنهاية الموسم على الأقل لصعوبة تعويضه، ولن تفرط فيه بأقل من 2 مليون دولار. لا يرغب البنك الأهلي في التفريط في أسامة فيصل في يناير للأهلي، لأنهم يتطلعون لبيعه بمقابل مادي كبير بعد كأس العالم في يونيو القادم. يعاني أسامة فيصل من غضب شديد تجاه إدارة ناديه التي تضع العراقيل أمام انتقاله للأهلي. يتحفظ الأهلي على فكرة التعاقد مع لوكاس ريبيرو كوستا جناح سان تاونز السابق بسبب وجود أزمة بينه وبين النادي الجنوب أفريقي في الفيفا ومواجهة اللاعب شبح الإيقاف. أكدت الصحافة الإيفوارية أن نادي غوتنبرغ السويدي منفتح على بيع إبراهيم دياغاتي هداف الفريق والدوري مقابل عرض بقيمة 2.1 مليون دولار. المدير الفني لغوتنبرغ لا يتوقع بقاء إبراهيم دياباتي في ظل العروض الكثيرة التي وصلت له، مشيدا بتطوره الكبير في موسمه الأول. طرح اسم إبراهيم دياباتي على الأهلي مؤخرا، وتم تأكيد أنه مهاجم مميز جدا ويمكن قيده تحت السن. عاد المدير الفني للأهلي للقاهرة لقيادة تدريبات الفريق في اليوم الثالث استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل. الأهلي يخطط لمطالبة المدير الفني بضرورة منح فرصة أكبر لمحمد عبد الله للمشاركة في ظل حاجة الفريق لجناح أيمن يلعب بالقدم اليسرى وتلقي اللاعب عروض إعارة. يحاول المدير الفني توفير عقد إعلاني كبير لديانج للمساهمة في تجديد تعاقده، والذي قد يكون من أكبر عقود اللاعبين في الفريق. نفى مصدر بالأهلي عرض النادي 35 مليون جنيه في الموسم على مصطفى شوبير لتجديد تعاقده، مؤكدا الأولوية حاليا للاعبين الذين تنتهي عقودهم في الموسم الحالي. أكد أحمد شوبير أن الأهلي لا يمانع مواجهة أهلي جدة السعودي وديا في أي توقف دولي بمقابل مادي جيد، ولم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن. يدرس الأهلي موقف اللاعب عبد القادر للتجديد، وسيعلن النادي عن موقفه بوضوح مع تكثيف المفاوضات خلال الأيام المقبلة. وليد صلاح الدين يخطط لصرف مكافأة السوبر المصري للاعبين والجهاز الفني قريبا لتحفيزهم على انطلاقة قوية في دوري أبطال أفريقيا. حصل إمام عاشور على الضوء الأخضر من طبيب الفريق للمشاركة بشكل كامل في تدريبات الأهلي بدءا من الأسبوع القادم. الأهلي يطمئن على جاهزية جراديشار بعد مشاركته القوية في مران منتخب بلاده مؤخرا. سيخضع حسين الشحات لفحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لمعرفة مدى تطور حالته وتحديد موعد انتظامه في التدريبات. جدد نادي شتوتغارت الألماني اهتمامه بالتعاقد مع بلال عطية نجم الأهلي الشاب بعد تألقه في كأس العالم للشباب. سيعرض الأهلي على المدير الفني تقريرا شاملا عن اللاعبين المعارين مثل عمل الساعي وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان وكباكا لمتابعتهم وتحديد إمكانية عودة أحدهم بنهاية الموسم. يخطط الأهلي للسماح لحمزة عبد الكريم بالاحتراف الأوروبي إذا لم يقتنع المدير الفني بمنحه فرصة حقيقية مع الفريق الأول بعد كأس العالم للشباب، لتجنب تكرار ما حدث مع الشباب السابقين. أشاد محسن صالح بآليو ديانج ووصفه بعمود الخيمة في الأهلي، مؤكدا ضرورة بذل كل جهد لتجديد عقده. أكد محسن صالح أن حامد حمدان لاعب جيد جدا، لكن في حال بقاء آليو ديانج فلن يكون الأهلي في حاجة له. أكد محمد عبد الجليل أن مشكلة الأهلي ليست في رحيل علي معلول، بل في عدم تحضير بديل للاعب أثناء تواجده. أعلن خالد مرتجي
أمين الصندوق بالأهلي تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الناقد الرياضي الزملكاوي أسامة محمد خليل بتهمة التشهير والإساءة المتعمدة.